الرحمن الرحيم. النهارده السبت 13 يناير. احنا في المنطقة السادسة، احدى مناطق ابن بيتك، عشان ما حدش بس يقول المهندس محمد ما بينزلش مناطق ابن بيتك. احنا بننزل يا اخوانا في كل المناطق، خلاص ما فيش حد احسن من حد، واحنا من ضمن سكان ابن بيتك. اللي هي قطعتين في ابن بيتك، ماشي؟ عشان ما حدش يقول المهندس محمد ما بيروحش ابن بيتك، ماشي؟ اللي قدامنا دي شجرة ليمون. الحاج نايل بيقول لك ان الشجرة دي بتزهر وبتصعد، بتظهر وبتصعد. اي نبات بيظهر وبيصعد تعرف انك عندك مشكله في التغذيه. النبات بيحتاج عناصر متكامله، من ضمنها عناصر الخصوبه اللي هي البورون وعنصر الزنك. عنصر البورون وعنصر الزنك عناصر اساسيه في الخصوبه. يعني ممكن يكون الحاج نايل اما ان هو ما بيغذيش اصلا، او ان هو بيغذي تغذيه غير متوازنه. يعني ايه غير متوازنه؟ يعني النبات ما بياخدش كفايته من العناصر المغذيه، خاصه عناصر الخصوبه. طب ايه الحل عشان يبقى عندي نبات قوي صحي متين منتج؟ يبقى اهتم بالتغذيه الصحيحه، اهتم بالتغذيه الصحيحه. من زرع حصد وليس العكس، من زرع حصد وليس العكس. الحاجه التانية اللي احنا هنقولها لكم دايما، هيبقى معاكم البشندسه رحمه. البشندسه رحمه هتبقى معاكم دايما في مناطق زهرة اكتوبر وحدائق اكتوبر وكل اكتوبر عموما، تمام؟ رحبي بيهم. والتجمع الخامس، ومين تاني؟ ومدينتي كله هتروحي مدينة كله، خلاص هي اللي هتسيطر عليكم بعد كده، وهي اللي هتنزل في الزيارات المنزلية ان شاء الله.